السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من نجم الملاعب مع احمد فواز. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا الاخبار وعندنا الكواليس واخر المستجدات اللي بتدور داخل نادي الزمالك الملكي. ولكن في البدايه لو مش مشترك في القناه اكيد يسعدنا انضمامك واشتراكك لينا، وعايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات والشير في كل مكان. ولكن في البدايه حابين نقول ربنا يرحم شهدائنا واخواتنا في فلسطين وغزه باذن الرحمن، ويرحم يعني الشهداء ويشفي المصابين ضد الاحتلال الفاجر، ضد الاحتلال الظالم اللي شغال كل يوم اللي بنبات فيه بنصبح فيه، وشغال الضرب والقذف في اخواننا في فلسطين، قاطعين عنهم الميه والنور والكهرباء والانترنت وكل حاجه. عملوا غزه دي عباره عن مدينه منفصله عن العالم تماما، ولكن باذن الله لو فصلوهم عن الدنيا كلها ما يقدرش يفصلهم عن ربنا، فباذن الله ربنا ينصرهم باذن الرحمن. طيب، عايز اكلمك واقول لك ان نادي الزمالك هيرجع للتدريبات الجماعيه باذن الله الرحمن بكره ان شاء الله. العوده للتدريبات الجماعيه بعد الراحه اللي اداها المدير الفني سوريو للاعبين، فيرجع للتدريبات باذن الله استعدادا لمباراه نادي زد اللي هتكون يوم الجمعه المقبله. اروح بيك لتصريحات مهمه لمدير الكره في نادي انبي الاستاذ محمد اسماعيل. الراجل اتكلم قال لك ان نادي الزمالك بيتفاوض معانا عن التعاقد مع اللاعب احمد امين اوفا، وقال لك ان كل ابرز نادي مهتم او اكتر نادي مهتم بالتعاقد مع احمد امين اوفا مهاجم الفريق هو نادي الزمالك. وانا قلت قبل كده احمد امين اوفا مهاجم جيد، مهاجم يعني مميز جدا، ولكن مع احترامنا للاعب هيبقى زي ناصر منسي، هيبقى زي سيف الدين الجزيري من وجهة نظر. قول لو انت ليك رأي تاني اكتب لي في الكومنتات. انا بتكلم ان الزمالك محتاج واحد زي ما بيقولوا، محتاج مهاجم يكون قوي عنده الامكانيات البدنية والفنية، راجل بص بيستغل انصاف الفرص يسجل. فده اللي بتكلم فيه، نادي الزمالك محتاج الحتة دي، محتاج المهاجم ده والطريقة دي والشكل ده اللي بتكلم فيه. فنادي الزمالك يعني مهتم بالتعاقد مع احمد امين اوفا مهاجم فريق نادي انبي. فهنشوف الانتقالات بتاعه يناير اللي هيحصل خلال الايام المقبله. مش بس كده، ده كمان الاستاذ محمد اسماعيل مدير الكره في نادي انبي قال لك ان نادي الزمالك مهتم بالتعاقد مع 3 لاعبين من انبي. ايه 3 لاعبين؟ مين هم؟ نبدا بالمدافع محمد كلوشه، المدافع او احمد كلوشه عفوا. احمد كلوشه ده مدافع نادي انبي. الزمالك عنده بزراميطه في الدفاع، عنده يعني حاجه صعبه جدا، عنده عدد ولكن ما عندوش مستوى. عنده عدد مدافعين، عنده حسام عبد المجيد، عنده عبد الغني، عنده الزناري، عنده محمود علاء، ويعني ليله سعادتك، ولكن ما فيش حد تقدر تقول عليه ده المدافع ده اللي يقدر يلعب في الدفاع بتاع الزمالك. المدافع ده لو غاب يحصل فرق طبعا باستثناء محمود حمدي الونش. ولكن الزمالك عينه على احمد كلوشه على حسب كلام الاستاذ محمد اسماعيل مدير الكره. اللاعب الثاني هو محمد حمدي الظهير الايسر ولاعب منتخب مصر الاولمبي. قال لك ان الزمالك اتكلم عليه والزمالك عايز يتعاقد معاه. بالاضافه للاعب الثالث هو احمد امين اوفا مهاجم الفريق اللي احنا اتكلمنا عليه. قال لك ال3 لاعبين دول الزمالك عايز يتعاقد معاهم. هل الزمالك لو جاب ال3 دول بالتحديد هيصنعوا الفارق؟ قول لي في الكومنتات ايه رايك. طيب، كمان عايز اكلمك واقول لك ايه الاستاذ عادل القيعي قال لك ايه. قال لك يعني عن فكره تعاقد النادي الاهلي مع احمد فتوح. قال لك من حق كل الانديه التفاوض مع اي لاعب في فتره التعاقد في الوقت القانوني. طالما جبنا سيره فتوح هقول لك حاجه بمناسبه احمد فتوح. خلال 3 ايام الحاجه دي لو ما خلصتش هتلاقي كلام هيطلع من مجلس الاداره بشكل رسمي على فتوح كل يوم بكلام. فتوح الناس في الزمالك ما بقتش عارفه هو شاري الزمالك ولا مش شاري الزمالك، هو عايز يجدد ولا مش عايز يجدد. لان انا عايز اقول لك ان مجلس الاداره الاولويه والشغل الشاغل حاليا في نادي الزمالك هو التجديد لاحمد فتوح. الكابتن احمد سليمان والكابتن حسين السيد شغالين بس عشان يخلصوا تجديد احمد فتوح. احمد فتوح ليه حوالي 8 مليون جنيه من الموسم اللي فات، اتفقوا ان هو ياخدهم خلاص كده ده حقك وهتاخده. طيب بالنسبه للموسم الجديد احمد فتوح للاسف يا جماعه ما بيقعدش مع الناس يتفاوض فيس تو فيس، ما بيقعدش يتفاوض معاهم بشكل مباشر، لا وكيله وخاله وكيله هم اللي بيتكلموا، هم اللي بيقولوا، هم اللي بيعيدوا، ودايما بيحشروا كلمه ايه اصلا النادي مقدم له كذا. اصلا مش يا عم مفيش حاجه اسمها نادي. شاري الزمالك وقع خلصت، مش شاري الزمالك خلاص
يقعد على الدكه ويستبعدوا من ال 18 لنهايه الموسم، ومع السلامه يا حبيبي مع السلامه، انت مش ليك احسن من اللي راح. انا ما بهاجمش فتوح، ولكن اللي انا اعرفه ان انت عايز تجدد، اخلص خلص. هتقول لي يا عم هو في فلوس في النادي؟ في فلوس في نادي الزمالك، والصندوق اللي كانوا عاملينه محبين ورجال نادي الزمالك مخصص لتجديد اللاعبين ودعم نادي الزمالك. ففتوح حتى الان عمال يماطل ليه؟ لانه بيراميدز قال له اللي انت عايزه هتاخده، والاهلي شغال مفاوضات معاه. اللي يقول لك الاهلي ما بيفاوضوش قول له انت كذاب، الاهلي بيتفاوض مع احمد فتوح من فتره مش من دلوقتي. ده موقف احمد فتوح. عايز اكلمك واقول لك برضو من ضمن الاخبار والكواليس، قال يعني بكلم ان الاستاذ عمرو ادهم عضو مجلس اداره نادي الزمالك واللي متولي ملف القضايا الدوليه بتاعت نادي الزمالك في الفيفا، زي خالد بوطيب، موضوع كهربا، موضوع سبورتنج لشبونه، القواضي دي كلها اللي في الاتحاد الدولي الفيفا. يعني الراجل بيتكلم عن موضوع فتوح، قال لك ايه عشان اكد لك الكلام اللي انا لسه قايله الخبر اللي فات. قال لك نرغب في بقاء احمد فتوح، لكن خلي بالك من الحته دي، لكن لازم تكون هناك رغبه من اللاعب. ده ياكد لك اللي انا كنت بقول لك ان اللاعب اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله احمد فتوح لو عايز يجدد مباشر وعنده الرغبه القويه كان الموضوع انتهى. وده كلام، وارجع للاستاذ عمرو ادهم، ارجع للاستاذ، يعني اعتبر ان انا كلامي غلط يا عم، ارجع لكلام الاستاذ عمرو ادهم امبارح لما اتكلم وقال لك ايه؟ قال لك ان احنا عندنا رغبه في بقاء فتوح، وده بنسبه 100% صحيح. قال لك ولكن لازم تكون هناك رغبه من اللاعب. الكلام ده لو جيت فسرته تعرف ان اللاعب بيماطل، اللاعب ما عندوش رغبه، اللاعب ساعه تروح وساعه تيجي. ده الكلام اللي انا كنت لسه بقول لك عليه. طيب كمان الاستاذ عمرو ادم بيقول لك يعني احتاج ل 3 مليون دولار لحل مشاكل النادي في الفيفا. محتاج 3 مليون دولار عشان يحل مشاكل النادي في الفيفا. 3 مليون دولار. خالد بوطيب عايز فلوس، سبورتنج لشبونه عايز فلوس، اكتر من لاعب ليه فلوس ورفع قضيه على الزمالك، ف تشومبونجا مثلا، في اكتر من لاعب. فقال لك ان انا محتاج 3 مليون دولار لحل مشاكل نادي الزمالك في الفيفا. كمان عايز اكلمك واقول لك بقى عن موضوع امام عاشور. الاعلامي ابراهيم فايق اتكلم، وقال الاخ سيف زاهر قال لك ايه؟ قال لك امام عاشور سليم بنسبه 100%، ولن اتحدث غير بعد مباراه العوده، وكولر استبعد اللاعب من حساباته. موقف امام عاشور ده هقول لك في الحلقه اللي جايه بعد كده، هقول لك عن مفاجاه في امام عاشور، واقول لك على شويه مفاجآت مهمه جدا جدا، وشويه اخبار مهمه في الحلقه اللي جايه. بس عايزين نتاكد من شويه اخبار عشان نطلع نفصص لك كل حاجه ونوضح لك كل شيء بالنسبه لشويه حاجات مهمه جدا جدا في موضوع نادي الزمالك. في 3 صفقات بقوا من اولويات نادي الزمالك. يعني الزمالك محتاج 6 صفقات سوبر، مش عدد في الليمون، 6 صفقات سوبر. الزمالك بدون دفاع، يعني الدفاع بتاع الزمالك اصبح مهلهل. الزمالك محتاج مهاجم، انا بكلمك على اقل تقدير محتاج مهاجم سوبر ستار، محتاج مهاجم سوبر ستار. الزمالك محتاج لاعب ديفندر يكون قائد في نص الملعب، يعني يكون مايستر كده زي فرجاني ساسي، ما بقولكش هو يكون زيه، يستلم ويسلم، يكون بصير، يقدر يلم اللعب، يجمع كوره، الكلام ده كله. عايز الزمالك محتاج لاعب بنوعيه فرجاني ساسي. انت كل مره تلاقي دونجا يا جماعه الخير لاعب زي طارق حامد كده، ان انا استلم واسلم واخبط ورا، مش معلم. النوعيه دي مش معلمين. نادي الزمالك ما عندوش ولا ديفندر تقدر تقول عليه ده فرجاني ساسي او ده شبه فرجاني ساسي، مفيش الكلام ده. مصطفى شلبي ملوش بديل في نادي الزمالك. فدي كلها امور في نادي الزمالك يعني غريبه جدا جدا. كمان وسوريو لخبط لك الفريق، مره يلعب المسوسي في الدفاع، مره يلعب احمد فتوح في نص الملعب، فانت ما بقتش عارف احنا مين عندنا باك شمال ومين عندنا باك يمين، مين المدافع ومين المهاجم. بيبقى عندنا 2 مهاجمين بيبقوا موجودين على الدكه ما بيلعبوش، فانت كمشجع ما بقتش شايف الصح فين والغلط فين، وما بقتش عارف اي حاجه. فدي كلها ازمات موجوده داخل نادي الزمالك، احنا عايزين حل ليها او عايزين حلول ليها. فان شاء الله طبعا نتمنى التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم، وهنفضل داعمين لنادي الزمالك، ونتمنى من مجلس الاداره مع احترامنا ليكم كلكم، يعني لكم مننا كل الاحترام، بس ما تحسسوناش ان انتوا اتصدمتوا بالوضع اللي موجود. لا، كلكم بلا استثناء جايين نادي الزمالك، وكلكم عارفين ان الزمالك موقوف منافقين،
كلكم عارفين ان الزمالك محتاج يعني يجيب صفقات، محتاج كهربا الزمالك ليه فلوس عنده، عارفين ان خالد بوضيب رفع قضيه، عارفين ان سبورتنج لشبونه ليه فلوس، عارفين ان اللعيبه ما بتاخدش مستحقات، فكلكم عارفين اللي فيها. طالما جيتوا وترشحتوا يبقى تحلوا، انما تيجي تقول لي النادي والوضعيه والكلام ده كله ما كنتش ترشحت. ده اللي انا اعرفه. ان شاء الله ربنا يوفقهم والقادم يكون افضل. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.